صباح الفل. ناس كتير سألتني انت عرفت ازاي ان القصر اللي اتصور فيه فيلم الايدي الناعمة هو متحف محمد محمود خليل ومش قصر الطاهرة؟ لان ببساطة الصور بتاعته ما هياش زي صور قصر الطاهرة اللي ناس كتير بتدعي ان هو اتصور فيه. وثانيا عرفت من خلال مشاهد في الفيلم بتبين ان القصر موجود على النيل، ومن الناحية التانية من النيل كان فيه برج سكني عالي جدا. حاولت ادور واعرف هو البرج ده عبارة عن برج ايه؟ قعدت ادور في الزمن اللي اتصور فيه الفيلم في الستينيات، يا ترى ايه اعلى برج سكني اتبنى في الوقت دوت، وعرفت ان هو برج بولمان اللي ورايا دوت موجود في جاردن سيتي على كورنيش النيل. متكون من 30 دور واسمه برج بولمان نسبة لاسم السجاير اللي كان اعلانها محطوط فوق البرج. برج بولمان وراه برضو حكاية ظريفة. برج بولمان كانت اعلى واول ناطحة سحاب تتبني في مصر في الخمسينيات، لانه حتى اتبنى قبل برج القاهرة. الجميل كمان ان المهندس المعماري اللي اسمه نعوم شبيب واللي صمم البرج دوت هو نفسه اللي صمم برج القاهرة في الستينيات. إيجار البيت الواحد في البرج دوت كان حوالي 30 جنيه، وده كان مبلغ كبير جدا ما يقدرش عليه غير الأغنياء. لذلك هنلاقي إن في مشاهير كمان سكنوا فيه زي محمد فوزي وشريفة فاضل اللي ما زالت موجودة فيه لغاية دلوقتي. لما اتبنى ناس كتير قوي عرضت بنائه، وكذلك الحكومة قعدوا يقولوا مش هنلاقي مثلا سلالم تطلع للأدوار العليا في حال وجود حريق علشان نقدر نطفيها، وقالوا كمان إنه وارد إن هو يتهدم بسهولة بسبب الزلازل لأنه هو مرتفع جدا 30 دور، يعني مش أدوار قليلة زي ما احنا متعودين. برج بولمان تتحدى كل الأقاويل ديت وما زال موجود لغاية دلوقتي.